الكنافه البلدي النيه بتبوظ الدايت. طب لو قلتلك ان قبضه ايد منها في تقريبا قد السندوتش عيش كامل، ولو بتوزني اكلك وتحسبي سعراتك الفيديو ده هيخليكي تبصي للكنافه بنظره تانية خالص. خلينا الاول نتفق ان احنا بنتكلم على الكنافه البلدي النيه قبل ما تتحمر او يتحط عليها سمنه او شربات. يعني دي الكنافه في صورتها الخام من غير اي اضافات. كل 100 جرام من الكنافة البلدي النية فيها 360 سعر حراري، 10.8 جرام بروتين، 76.4 جرام كربوهيدرات، 1.2 جرام دهون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اغلبها كربوهيدرات والدهون قليلة جدا لانها لسه ما تحطش عليها سمنة. ولو انت من الناس اللي بتحسب بالجرام الواحد، فالجرام الواحد من الكنافة النية البلدي فيها 3.6 سعر حراري، 10 جرام بروتين، 76 جرام كربوهيدرات، 1 جرام دهون. يعني كل ما تزودي 10 جرام بس انت بتزودي حوالي 36 سعر حراري. ناس كتير بتمسك الكنافة بايديها وتحطها في الصينية من غير ميزان. قبضة ايد تقريبا وزنها 78 جرام، فيها 280 سعر حراري، 8.4 جرام بروتين، 59.5 جرام كربوهيدرات، 9 جرام دهون. يعني قبضة ايد واحدة بس قبل ما تتحمر 280 سعر حراري. ربع كيلو فيه اللي هو 250 جرام، 900 سعر حراري، 27 جرام بروتين، 191 جرام كربوهيدرات، 3 جرام دهون، 900 سعر حراري قبل ما نضيف السمنة او الشربات. نص كيلو كنافة اللي هي 500 جرام في 1800 سعر حراري، 54 جرام بروتين، 382 جرام كربوهيدرات، 6 جرام دهون. وده تقريبا بيساوي احتياج يوم كامل لناس كتير. طب ندخل الكنافة البلدي النية في الدايت ازاي؟ او اول حاجة اهم حاجة الكمية. لو نظامك 1500 سعر حراري ممكن ناخد منها 50 جرام مثلا، يعني حوالي 180 سعر حراري، وتظبطي باقي يومك. استخدمي ميزان مطبخ عشان قبضة ايدك مش مقياس ثابت. خليكي فاكرة ان المشكلة مش في الكنافة النية، المشكلة في السمنة والشربات اللي بيضاعفوا السعرات جدا. ممكن تعمليها في البيت بسمنة قليلة او تستخدمي بديل سكر او سكر دايت في الشربات. نيجي بقى لأهم نقطة، الكنافة النية قليلة الدهون لكن عالية جدا في الكربوهيدرات، فلو عندك مقاومة أنسولين أو سكر لازم تحسبيها صح. الكنافة البلدي النية مش عدو الدايت، الكمية هي اللي بتحدد. قوليلي في الكومنتات انت ممكن تكتفي بقبضة ايد واحدة ولا الكنافة بتغلبك. وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان نحسب سعرات أكلات تانية بنحبها. لو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات. واستنى الفيديوهات الجاية. سلام.